تناول الأدوية مع الكحول يمكن يجعل السائق عصبي بشكل غير عادي. نعم، جواب واحد. لا، جواب جوج. يعرض لخطر النوم أثناء السياقة. نعم، جواب ثلاثة. لا، جواب أربعة. جواب صحيح في هذا السؤال هو واحد ثلاثة. من شيء طبيعي أن بعض الأدوية مع الكحول كتخلي الإنسان عصبي بشكل غير عادي، وفي نفس الوقت كاين بعض الأدوية اللي كتعرض للسائق لخطر النوم أثناء السياقة. يمكن لي نتجاوز هاد السيارة من اليمين. نعم، جواب واحد. لا، جواب جوج. الجواب الصحيح في هذا السؤال هو رقم واحد. كيف كنعرفوا دائما أن التجاوز ممنوع من جهة اليمين، لكن كاين عندنا قاعدة استثنائية اللي هي في أي ملتقى طرق إلى العربة اللي قدامي دارت مؤشر تغيير اتجاه اليسار، وعنت على أنها تغير اتجاه اليسار، في هذه الحالة ممكن أنني نتجاوز من جهة اليمين. ندوز. جواب واحد. نوقف. جواب جوج. الجواب الصحيح في هذا السؤال هو رقم جوج، لأن كنشوفو دائما كنعطيو الأسبقية للعربات ديال الإسعاف. ملي تكون الطريق فيها الماء، المسافة اللي نحتاجها باش نوقف غادي تكون أطول. جواب واحد. متشابهة. جواب جوج. أقصر. جواب ثلاثة. الجواب الصحيح في هذا السؤال هو رقم واحد. يعني ملي تكون الطريق فيها الماء، هذيك المسافة اللي كنحتاجها باش نوقف كيف شرحنا قلنا ضروري اننا ناخذ العدد العشري كنحيدو الزيرو وكنضربوه في نفسه، لكن هذيك في الطريق ناشفه ملي تكون الطريق فاسقه ضروري كنضربوها في جوج، يعني المسافه اللي غنحتاج غتكون طول وغتكون غتولي كبر بجوج مرات. في حالتي لاحظتوا لكم انها غتصبح كبر بجوج مرات هي غنجاوبوا عليها. غادي بسرعه 90 كيلومتر في الساعه، واجب لي نقص من السرعه؟ نعم، جواب واحد. لا، جواب جوج. الجواب الصحيح في هذا السؤال هو رقم واحد، لأن كنشوف قدامي الأشغال وأنا غادي بسرعة 90 كيلومتر ساعة، من الواجب عليا نقص بسرعة. يعني فيما نشوفوا الأشغال أو نشوفوا العلامات اللي هي مثلثة، راه ضروري غير نشوفوها خاصنا نقصهم السرعة. تبدل الضوء للخضر. ندوز. نعم، جواب واحد. لا، جواب جوج. الجواب الصحيح في هذا السؤال هو رقم جوج. واخا تبدل الضوء الخضر وانا اللي عندي الاسبقيه، لكن الراجل غير يحط رجلو على ممر الراجلين كتولي عنده الاسبقيه، يعني غنتظر تيدوز يكمل الراجل يقطع الممر الراجلين اللي فيه عاد ندوز انا. العمر ديال سيارتي 4 سنين. الا سقساو معايا هاد الوراق غادي نكون محترم القانون. جواب واحد. كينقصوني وراق اخرين. جواب جوج. الجواب الصحيح في هذا السؤال هو رقم جوج. كيف كنشوفوا العمر ديال سيارتي 4 سنين، من السياره ديالي من عندها غير 4 سنين ضروري خصو يكون عندها 4 ديال الوثائق. كيف كنشوفوا عندنا يلا تما رخصه السياقه، البطاقه الرماديه، الضريبه. اللي ناقصانا هي شهاده التامين. لكن ملي توصل العمر ديال سيارتي ل5 سنوات غنضطر انني نزيد وثيقه ديال الفحص التقني. بما انني انا خاصني 4 الوراق، الجواب الواحد اللي هو محترم القانون ما كاينش، يعني يبقى لي الجواب رقم جوج، يعني كينقصوني وراق اخرين، ولكن بالضبط كتنقصني ورقه واحده اللي هي شهاده التامين. نتجاوز. نعم، جواب واحد. لا، جواب جوج. نشد اليمين. نعم، جواب ثلاثة. لا، جواب أربعة. الجواب الصحيح في هذا السؤال هو رقم جوج ثلاثة. كيف كنشوف انا في المرآة الداخلية كتبان لي العربة اللي مورايا مخدمة مؤشر تغيير اتجاه ديال اليسار، والقاعدة كتقول الا بغا يتزاوجني شي حد شنو خصني ندير انايا؟ نشد اليمين ونحتفظ بالسرعة ديالي، يعني ما خصنيش نتجاوز. يعني متجاوز ما غنتجاوز غنديرو لا، نشد اليمين غنديرو نعم. لو طلبوا مني السرعة خصني نجاوب على الجواب اللي فيه نحتفظ بالسرعة، وهكذا القاعدة وهذه هي القاعدة ديال انني لو بغيت يتجاوزني شي واحد انني كنشد اليمين وكنحتفظ بالسرعة ديالي. يمكن لي التوقف في هاد محطة الوقوف. نعم، جواب واحد. لا، جواب جوج. الجواب صحيح في هاد السؤال هو رقم واحد. كيف كنشوفوا العلامة كتشير لموقف خاص بالعربات الخفيفة من صنف باء، يعني الجواب صحيح هو رقم واحد. في طريق ناشفة وبهاد السرعة إلا اضطريت نوقف غادي نحتاج تقريبا لمسافة
81 متر، جاوب واحد. 100 متر، جاوب جوج. 120 متر، جاوب ثلاثة. الجواب الصحيح في هذا السؤال هو رقم جوج. كيف كنشوفوا؟ يعني كيذكروا لنا في طريق ناشفه، وهنا كيذكروا لنا الى اضطريت نوقف، يعني كيتكلموا على مسافه الوقوف. والقاعده في مسافه الوقوف كتقول كنشدوا السرعه وكنشدوا العدد العشري فيها، يعني كنحيدوا رقم صفر، وداك الشيء اللي بقى لنا على اليسار كنضربوه في نفسه. يعني هنا كنشوف كنمشيو ب 100، يعني غنحيدوا صفر واحد، اش غيبقى لنا 10، غنضربوها في نفسها 10 في 10. اللي نستعمل المنبه الصوتي. نعم، جواب واحد. لا، جواب جوج. الجواب الصحيح في هذا السؤال هو رقم جوج. كيف كنشوفوا في الصورة العربة اللي كتبان قدامي أنها شعلة مؤشرة تغيير اتجاه ديال اليمين. هذا دليل أنها بغات تركن العربة ديالها ما بين هذوك جوج العربات. يعني أنا لا داعي باش ندير المنبه الصوتي. يعني شنو المقصود أنني ندير المنبه الصوتي؟ نقول ليه زرب؟ لا. يعني في هذه الحالة غنخليه تيسالي، أو أنني نلقى شي فسحة فين من ندوز، أو أنني غنخليه تيسالي بلاصي عاد أنا نكمل الطريق ديالي. نقسم السرعة وندوز. نعم، جواب واحد. لا، جواب جوج. نوقف. نعم، جواب ثلاثة. لا، جواب ربعة. الجواب صحيح في هذا السؤال هو رقم جوج ثلاثة. حيت كيف كنعرفوا جميع الملتقيات الطرق عندنا قاعدة ديال فيما كنوصلوا أي ملتقى طرق كنقصوا السرعة ونستعدوا الفرملة وننبهوا بإشارة ضوئية إلا كنا بالليل، وننبهوا بالنبه الصوتي إلا كنا خارج المدينة وبنهار. دابا عندنا هاد الملتقى الطرق، انا من الواجب عليا خصني نقص من السرعه، هذه في القواعد. لكن عندنا حاله استثنائيه هنايا. يعني كنشوف انا عندي العلامه ديال اعطاء حق الاسبقيه. يعني في هذه الحاله غنقص من السرعه وغنشوف واش الطريق خاويه او عامره. كانت خاويه راه غنقص السرعه وندوز، لكن الا كانت عامره بحال اللي كنشوفوا في اتجاه اليمين انا كاينه عربه اخرى، يعني هنا غنضطر انني نوقف. يعني ماشي غنقص السرعه وندوز، لكن غنوقف. داكشي فاش قلنا الجواب الصحيح هو جوج ثلاثة. تقابل غير ممكن. ندوز انا الاول، جواب واحد. نعطي حق اسبقيه، جواب جوج. الجواب الصحيح في هذا السؤال هو رقم جوج. كيف كنشوفوا ان العربة الحمراء انها دخلت المنطقة اللي هي ضيقة بزاف. هنا التقابل غير ممكن، يعني اننا ما يمكنش اننا نتقابلوا. واحد فينا اما خصو يوقف ويعطي الاسبقية للاخر. هنا كنشوفوا المنطقة اللي ضيقة دخلت فيها العربة الحمراء، يعني انا غنتسناها تدوز، يعني نعطي حق اسبقية اللي هو جواب صحيح هو رقم جوج. رخصة السياقة من صنف باء كتسمح لي نسوق عربة كيوصل لمجموع الوزن ديالها مع الحمولة إلى 2500 كيلوغرام، جواب واحد. 3500 كيلوغرام، جواب جوج. 3800 كيلوغرام، جواب ثلاثة. الجواب الصحيح في هذا السؤال هو رقم واحد وجوج، لأن الوزن الأقصى اللي مسموح به في العربة من صنف باء هو 3500 كيلوغرام، أي 3 طن ونص. يعني أي سؤال تحط لنا يعني من 3500 كيلو لتحت او من 3 طن ونص لتحت غتماركيها. يعني 2500 كيلوغرام واحد، 3500 غرام غنديرو رقم جوج، عطاونا 3400 غنزيدوها، ولكن فوق 3500 لا، حيت القاعده كتقول الوزن الاقصى، يعني الوزن الاقصى اللي مسموح به هو 3500 كيلوغرام، يعني من 3500 لتحت. نتجاوز بسرعه، جواب واحد. ننتظر باش نتجاوز، جواب جوج. الجواب الصحيح في هذا السؤال هو رقم جوج. كيف كنلاحظوا الخط اللي على الوسط كنلاحظوا انه واخا متقطع ولكن غادي وكيضيق، لان هذا كيتسمى خط الانذار. يعني محدو غادي وكيضيق، من مورا غيولي عندنا خط متصل. يعني في هذه الحاله هذه ما خصناش نتجاوزو، خصنا ننتظروا باش نتجاوزو، حيت الا تجاوزنا غنلقاو راسنا اننا وصلنا للخط المتصل وهنا غارتكبنا مخالفه. سيارتي مصدومه كتشكل خطر على حركه السير. واجب عليا نعمر بسرعة المعاينة ودية، جواب واحد. نبدأ أولا بتأمين سلامة حركة المرور، جواب جوج. الجواب الصحيح في هذا السؤال هو رقم جوج، حيت في القواعد كنقولوا ملي توقع عندنا شي حادثة مادية أول حاجة كنديرها هو كنبدا كنحمي مكان الحادث. يعني كنحميه بتأمين سلامة حركة المرور، أول حاجة غندير هي نحمي مكان الحادث. داكشي درنا هنا الجواب رقم جوج. التوقف على طول الرصيف ديال اليسر بالمجان، جواب واحد. بالخلاص، جواب جوج. الجواب الصحيح في هذا السؤال هو رقم جوج.
كيف كنلاحظوا العلامه اللي عندنا على الجنب اليسار ديالنا، كنلاحظوا داك بي، وبي من تحت منها واحد الرمز ديال الخلاص. يعني هذاك الرمز ديال بحال واحد الجوطون ديال الفلوس، انا داك ديال الخلاص. يعني هنا كنديرو بالخلاص. وقتاش كيكون بالمجان؟ ملي كتكون عندنا هي بي ما مكتوب حداها حتى شي حاجه، هذيك كتكون بالمجان. بسرعه 80 كيلومتر في الساعه غتقطع سيارتي خلال الفتره الزمنيه لرد الفعل مسافه كتقدر بحوالي 8 متر. جاوب واحد. 16 متر. جاوب جوج. 24 متر. جاوب ثلاثة. 80 متر. جواب 4. الجواب الصحيح في هذا السؤال هو رقم 3. كيف كنلاحظوا يعني احنا السرعه واش غاديين هي 80، لكن ما ذكروش لي هنا مسافه الوقوف ولا مسافه ديال الامان. هنا قال لك غتقطع سيارتي خلال الفتره الزمنيه لرد الفعل. يعني غنحسبوا المسافه المقطوعه اثناء خلال وقت رد الفعل. يعني كيفاش كتحسب هذه المسافه هذه؟ كنشدوا العدد العشري، يعني كنحيدوا داك الزيرو وكنشدوا العدد العشري وكنضربوه في 3. يعني هنا عندنا العدد العشري اللي هو 8. 8 غنضربها في 3، يعني 8 في 3 24. حصلت على رخصة السياقة هذه 3 شهور. في هاد الطريق السرعة ديالي محدودة في 80 كيلومتر في الساعة. جواب واحد. 90 كيلومتر في الساعة. جواب جوج. 100 كيلومتر في الساعة. جواب 3. 120 كيلومتر في الساعة. جواب 4. الجواب الصحيح في هذا السؤال هو رقم جوج. علاش قلنا رقم جوج؟ لان حصلت على رخصة السياقة هذه 3 شهور. يعني حنا ملي كنحصلوا على رخصة السياقة عندنا واحد الفترة اختبارية حوالي سنتين. يعني الفترة الاختبارية اللي كتقدر بعامين. فهذيك الفترة الاختبارية انت السرعة المحدودة اللي كتكون عندك هي 90. يعني واخا ولو انك كتدخل طريق سيار اللي هي محدودة 120، لكن الفترة الاختبارية اللي لمدة ديالها سنتين السرعة المحدودة عندك في 90. لكن علاش عزلنا 90 وما عزلناش 80؟ حيت لاحظ معايا حصلت على رخصة السياقة هذه 3 شهور. في هذا الطريق السرعة ديالي محدودة يعني محدودة. يعني الجواب اللي هو منطقي خصو يكون جواب واحد. يعني رقم يعني جواب واحد، ما يقدرش يكون جوج أجوبة أو 3 أو 4. يعني غنجاوب برقم واحد. يعني محدودة غنشوفوا لو ماكسيموم فين عندنا فين محدودة السرعة ديالنا. محدودة في 90. لو قالوا لنا في هاد الطريق يمكن لي السير بسرعة، يمكن لي السير هنا يمكن لي السير غناخدو لو ماكسيموم ونهبطو لتحت. يعني غنديرو 90 و 80. لكن هذا هو الفرق. يعني لكن من تذكروا لي السرعه ديالي محدوده في رقم واحد، غتقول لي شكون هو الرقم اللي هو الماكسيموم. يعني السرعه المحدوده في 90. لكن كون ذكر لك يمكن لي السير، يمكن لك تمشي ب 80 ويمكن لك تمشي ب 90. يعني ولا اختيار، يعني هي 90 ما تفوتهاش.